والله الواحد مبسوط إن كل فترة بيلجأ عمل حلو يطلع يتكلم عنه. فكرة مسلسل على باب العمارة هو مسلسل بصراحة يستحق إن أنا أطلع أشيد بيه وأتكلم عنه. المسلسل حلو جدا والكوميديا اللي متقدمة حلوة جدا، المواقف وكل حاجة في المسلسل. الأربع حلقات اللي أنا شفتهم لحد الآن هم شيء يدعي إن أنا أطلع أتكلم عنه وأشيد بالأربع حلقات اللي أنا اتفرجت عليهم لحد الآن. المسلسل معمول حلو، توليفة حلوة جدا، الكيمياء ما بين الأبطال ممتازة جدا. مسلسل زي مسلسل على باب العمارة يستاهل إن أنا أطلع أتكلم عنه وأشيد بيه. فمن غير مقدمات كتير يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. مسلسل على باب العمارة هو البطولة الأولى للفنان حاتم صلاح، وبيشاركوا العمل محمد محمود والفنان محمد رضوان والفنانة آية سماح، ومن إخراج خيري سالم وتأليف مصطفى حمدي. المسلسل على مستوى أول حلقة مختلف جدا عن الثلاث حلقات الباقيين. كنت أنا بتفرج أنا واحد صاحبي على أول حلقة بالمسلسل، فبعد ما اتفرجنا على الحلقة الأولى قال لي غير ما نشوف حاجة تانية. كان الحلقة الأولى ما كانش فيها اللي في الثلاث حلقات التانية. الحلقة الأولى فيها رتم بطيء، المشاهد الكوميدية ما فيهاش كتير، مفيش ولا مشهد كوميدي غير كم مرة بس، لكن الثلاث حلقات التانيين مختلفين جدا. من الحلقة التانية للحلقة الرابعة مختلفين تماما، وده اللي عاجبني جدا. فكرة إن أنت ما اديتش انطباع من أول حلقة وكملت بعد كده والمسلسل عالي، بصراحة ده شيء ممتاز جدا. فاهم فكرة إن أنت تبتدي وتحضر والكلام ده أول حلقة ما تبانش أي حاجة. ان اي حد يطلع يحكم على المسلسل من اول حلقه دي شيء ظالم جدا للعمل نفسه وللممثلين ولاي حد بيشتغل في العمل. فانا بعد ما اتفرجت على الحلقه الثانيه لا، مبهور جدا بالمستوى اللي بيتقدم في المسلسل لحد الان. توليفه حلوه من المؤلف مصطفى حمدي، ومشاهد ومواقف كوميديه معموله حلو جدا، وكل الممثلين فيه بينهم كيمياء، وكل الممثلين بصراحه استثنائيين جدا ومميزين في المسلسل ده. بغض النظر يعني عن الفنانه آية سماح. آية سماح في الدور ده حسيت إنه طريقة الكلام غريبة، ما حسيتهاش بصراحة، في استظراف، حاسس كده شيء بتحزق إن هي عايزة تضحك. لا، هي ممكن بستظرفها في المشاهد، لكن طريقة الكلام حاسسها غريبة. لو كان الدور صوتها الطبيعي كده لما تتكلم عادي كان هيبقى حلو. فكرة إن أنت تغير صوتك بقى عشان تلعب بكاركتر معين، الفكرة دي ما عجبتنيش بصراحة. بغض النظر يعني، بس كل الممثلين ممتازين. محمد محمود إضافة قوية للعمل، ومحمد رضوان بغض النظر ما شفتش مشاهد كتير كوميديا من محمد رضوان في العمل ده، لا، لكن بصراحة كل الممثلين ممتازين. عايزين نبدأ شوية عند الفنان حاتم صلاح. حاتم صلاح أول عمل بطولة مطلقة ليه ويطلع بالشكل ده، بصراحة برافو جدا، برافو. حاتم صلاح مبهر في المسلسل. المسلسل شايله من أول حلقة الحلقة الرابعة لحد الآن. حاتم صلاح هو كل الكوميديا جاية من عنده، وده اللي نجح فيه مخرج خيري سالم في التقديمة المميزة لحاتم صلاح، الكتابة الكويسة والكوميديا اللي طالعة من مواقف، ده غير طريقة الكاركتر المعمول لحاتم صلاح. بقول كل كاست العمل وبالأخص خيري سالم. خيري سالم اللي مقدم كل الممثلين بشكل مختلف في المسلسل ده. أول عمل إخراجي ليه ويطلع بالشكل ده، بصراحة برافو جدا. الأربع حلقات لحد الآن ممتازين جدا، وكل الضحك طالع من حاتم صلاح وثنائيته مع محمد محمود والكاركتر بتاعه، بصراحة حاجة برافو جدا. أكتر حاجة عجبتني في الأربع حلقات دي لحد الآن فكرة إن أنت عامل مسلسل كوميدي عشان تطلع ضحك. الفكرة دي حسيتها عند الممثلين مش موجودة. فكرة إن لازم أعمل كده مش عارف أتكلم كده عشان أضحك، ولا، كل حاجة طالعة بسلاسة، كل حاجة طالعة بطبيعتها بدون أي تكليف. الكوميديا طالعة لوحدها. حاتم صلاح مميز جدا وليه مستقبل واعد. البداية كده حاتم صلاح ده هيكون من النجوم التقال جدا على المستوى الكوميدي الفترة القادمة. بصراحة كل المعمول في المسلسل في الأربع حلقات دول ممتاز جدا. أتمنى إن أنا بعد ما يخلص المسلسل وأشوف باقي الست حلقات من المسلسل يكون على نفس اللي بدأ بيه المسلسل، والتوليفة الرائعة من مصطفى حمدي والإخراج المتميز جدا من خيري سالم، وكل كاست التمثيل. محمد محمود جامد جدا، الدور إنه متفصل عليه. دور محمد رضوان إضافة للعمل ممتازة جدا،
كل الممثلين بصراحه حلوين جدا وبادئين بدايه حلوه. السلبيه الوحيده في الاربع حلقات اللي شفتهم هم الحلقه الاولى من بدايتها لنهايتها هي بصراحه ما تلاقيش بالثلاث حلقات اللي تقدمهم. فكره ان انت اي مشاهد او اي متفرج هيتفرج على الحلقه الاولى هو مش هيرجع يتفرج على ثلاث حلقات تانيين لانه شاف الانطباع الاول. فكره ان انت تقدم حلقه زي كده، حلقه رتم بطيء، المشاهد الكوميديا مش كتير. الحلقه الاولى صح انا ما ضحكتش، وصاحبي انا كنت بتفرج معاه حلقه هو قال لي تعالى نغير المسلسل، قلت له لا ما نحكمش على اول حلقه. فسمعنا الحلقه الثانيه مفاجاه، الحلقه الثالثه صريخ ده، الحلقه الرابعه ابهار. بصراحه انا مبسوط جدا. فكره منصات زي منصه واتش بصراحه بتقدم اعمال مميزه الفتره دي. وبشكر جدا القائمين على منصه واتش بتدي فرص للشباب. شفنا مسلسل برضه قبل كده عصام عمر، وشفنا اخيرا حاتم صلاح. فاتمنى دعم الشباب بالطريقه الحلوه دي والتقديمه المميزه ليهم. بصراحه منصه زي منصه شاهد ده بصراحه يعني ممتازين جدا. فكره المنصات ادت طعم مختلف ونكهه مختلفه للمسلسلات. فكره اللي بيتقدم حاليا انا مبسوط جدا. فاتمنى ان المسلسل يكون على قدر البدايه اللي ابتداها، والست حلقات يكونوا ممتازين جدا، واطلع اتكلم في المسلسل ان انا المسلسل ده من افضل المسلسلات الكوميديه الفتره دي اللي اتفرجت عليها. اتمنى اطلع اقول كده. بصراحه مبسوط جدا، ضحكت من قلبي. حاتم صلاح دور مميز جدا وتقديمه قويه جدا كاول بطوله مطلقه ليه. فاتمنى يتوفق في باقي الست حلقات. اتمنى البدايه القويه دي اتمناها تكتمل باقي الست حلقات. وبس كده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب لان ده بيساعد كتير. واخيرا سلام.